أهلا بيكم مع الحلقة التانية من تجديد الأنتريه بتاعي والريسبشن. طيب، قبل ما نبتدي زي ما وعدتكم النهارده هقول لكم على الخامات كلها اللي جبتها، السفنج والأدوات وكل حاجة. احنا بنبص على الأنتريه بتاعنا نشوفه يعني هو عايز ايه. طبعا الأنتريه ده في الحلقة الأولانية احنا قطعنا كل الفرش اللي عليه وجبناه على الفرش الأولاني اللي جه بيه. هو حلو تمام مش مرخي، فأنا هبتدي أشد على الفرش الايه اللي جه بيه يعني من مصنعه. تمام، بتشوفي الاول القاعده بتاعتك مرخيه وبايظه خالص زي بتاعتي، يبقى هنزل اجيب فرخ واحد كثافه يعني حاجه اقل حاجه 35، دي كده اسمها كثافه. تمام، وهجيب مثلا عندك من 9 سنتي 10 سنتي 12 سنتي وانتي طالع، وهشرح دلوقتي بالتفصيل وهوريكم نظري وعملي. وكمان هنشوف الظهر بتاعنا محتاج سفنج ولا لا. هو اغلبيه في ناس اللي هو شكل الصالونات ده ما بيتنجدش، بيتشد كده بالخيش ويتعصب من ورا ويتشد عليه قماش. لكن انا عايزه اكسي كل ده، وزي ما انتوا شفتوا في الحلقه الاولانيه انا كسرت القيمه وعايزه اكسي فوقيها سفنج. تعالوا بينا، زي ما انتوا شايفين بقى الصاله هنا خالص اتزحمت سفنج اهو. نزلت بقى جبت شروه سفنج كبيره وصرفت الصراحه يا جماعه، لان مهما صرفتي انت هتروحي المنجد هياخد منك 15,000 جنيه، ده كده بيقول من بقه. ده غير كمان غير كمان القماش. يعني شوف القماش بقى هيعد معاكي بكام، وهوريكم حلقة خاصة مخصوصة بالقماش بكام بالظبط. طيب، السفنجة عندنا اول حاجة ده كثافة. تمام، العرض بتاعه هنا انا جايباه 12 سنتي، في 10 في 9 وكله بتمنه. في من اول 5 سنتي، في 3 سنتي. بس احسن حاجة تجيبيها لو انت عايزة تغيري القاعدة خالص، انا جبت 12 سنتي. تمام، الكثافة بقى كل كثافة في كل براند بيبقى ليه لون معين. يعني ده مثلا ده كثافة قولي 33، وانا ندمت ان ما جبتش 35 بس ما لقيتش. تمام، جبته منين؟ جبته من مناصرة في العتبة، الناس اللي هم بيبيعوا موبيليا هناك، في 2 3 كده كويسين. رحت قعدت اجيب افاصل واشوف احسن سعر لحد ما لقيت المحل ده جبت منه. تمام، انتوا اللي ريحكوا لان هم الصراحة اسعارهم متفاوتة وكل واحد بيبيع بسعر. انتوا شوفوا احسن جودة بالمواصفات اللي هقول لكم عليها وانزلوا اشتروا. يبقى كده اتفقنا. طيب، قبل المقاسات وقبل الكثافة وقبل كل حاجة شوفوا البراند نفسه. في ماركة اسمها كندية، وفي الصناعات اللي انا جايبة منها دي. تمام، الصناعات حلوة جدا. دخلت على اليوتيوب ناس كتير قوي بيشكروا فيه، فعشان كده دورت على الصناعات. ما صدقت لقيت فرخ الصناعات ده مسكته وتمام. طيب، بتعرفين ان هو حلو ازاي؟ في شوية مواصفات تحس ان السفنج ده مش مضروب، السفنج ده تمام. مميزاته او الصفات بتاعته تقول عليه ان هو مش مضروب تمام. اول حاجة في السفنج ان هو بيبقى مطبوع عليه. برضو صيت الراجل هتشتري منه في المنطقة معقول، هيقول لك الراجل ده كويس واسعاره حلو. خلاص. تالت حاجة بقى فيه شوية حاجات كده مميزات تصف قوي فرخ السفنج اللي انت هتجيبيه ده، يكون كده تحسيه كثافة ومحمل. لما تيجي تمسكيه بقى كده بصي، اولا تقيل، تقيل تقل، هتلاقيه تقيل محمل في ايدك. تيجي تمسكيه بقى كده تحسيه عامل زي الكاوتش في ايدك. كاوتش كاوتش يعني. كمان لما تيجي تدوسي عليه ما بيعلمش صباعك، بيرد بسرعة وما بيسيبش علامة، ما يسمحش ان يسيب علامة. دي الكثافة من اول 35 ل 33، اللي بعد كده عرفت ان هو 30، يعني يقولوا 33، وبعد كده اكتشفت بعد ما شلت مشيت ان هو 30، فعشان كده قلت يا ريتني كنت جبت ال 35. المهم، زي ما انتوا شايفين الفرخة اهو كبير قدامكم. دي الصناعات. وكمان جبت برضو من نفس البراند الصناعات، جبت 5 سنتي. ده بقى كثافة يعني حاجة وعشرين ماشي حالها. انا ما دققتش عشان الظهر عايزة اخليه منفوخ كده واغطي بالسفنج الخشب، عايزة اعمله حاجة مودرن. يعني نيو كلاسيك كده على مودرن، حاجة كده يعني عايزة اجدد. تمام، ده كثافة حاجة وعشرين 5 سنتي. كنت عايزة اعمل كابوتونيه بس هعمل اللي هو الشرايط دي اللي طالعة، حسيتها مش منتشرة وجديدة. ده كان ب350 جنيه ال5 سنتي. والتاني الفرخ الاولاني كان عامل 1350 بالظبط ونزلت 50. تمام.
الفرخ الازرق اللي انتوا شايفينه اللي هو بتاع القاعده ده، اللي هجايباه لقاعده الكنبه اهو، بوصف لكم في القعر عشان اللي يقعد عليه ده. اللي كان ب 1350. الفرخ الواحد هيكفي الكرسيين ويكفي الكنبتين. وفي لو عايزه حاجه زياده، عندك كرسي زياده او كنبه اكبر شويه، بيبيعوا كمان شلت بالمقاس ويقطعوها اللي انت عايزاه. تمام. لكن الظهر بقى بتاع الكنبه اللي انا جايباه اللي هو الاصفر، اللي هو ال5 سنتي. اما الدراع انا جايبه سنتي وهوريكم دلوقتي. ده كده بالنسبه زي ما اتفقنا للقاعده وللظهر. الدراع بقى انا جبت له 1 سنتي خالص. الفرخ ده على بعضه 120 في مترين ب70 جنيه. جبت فرخ واحد بس. هو طبعا مش هيعمل الكثافه اللي احنا عايزينها، بس هبقى اوريكم واحنا شغالين يعني هنفشه ازاي، يعني احط تحتيه حاجات وفوقيه حاجات. هو مهمته انه يساوي بس فقط لا غير. يبقى دي زحمة السفنج ومشتروات السفنج بالأسعار. وأي فرخ فيهم أنا جبت من الأخضر ال5 سنتي زي ما قلت لكم فرخين، وكنت عايزة واحد نص تاني، بس مشيت هقول لكم ازاي وانا بشغاله بالسفنج القديم. وادي السفنج الكبير ده هيقضي معاكي الكنبتين والكرسيين باذن الله. وزي ما قلت لكم في بتتباع شيلات كمان. خلاص. وجبت كمان فرخ واحد بس من السفنج الخفيف، وجبت رول فايبر كبير هنشوفه في الحلقات اللي قدام وانا شغاله بيه. كده تمام. الاسعار تمام، قلت لكم من مناصره. ولو حد عارف برضو اماكن سفنج تاني يقول. وقلت لكم المواصفات اللي تقدروا تشتروا بيها اي كثافه سفنج يكون كويس، حتى لو مش نوع صناعات. في كمان نوع اسمه كنديه معقول، يعني اقل من الصناعات بس برضو حلو. تمام كده. دي بالنسبة للسفنج اللي هو أهم حاجة في الأنتريه. ليه ما جبتش الظهر كثافة؟ مش لازم خالص، لأن انتوا مش هتقعدوا عليه ولا تحملوا عليه. هو بيبقى لأن الكثافة كل ما بتعلي بالكثافة بيعلى الفلوس، وكل ما بتعلي بالكام سنتي، يعني 10 سنتي غير 9 سنتي غير 15 سنتي، بيعلى طبعا بالفلوس. فعايزين نلم دنيتنا، عشان طبعا الحاجة دلوقتي بقت غالية أوي. اللي عايز أي حاجة بخصوص المعلومات اللي قلتها في حاجة ناقصاه قولوا لي في التعليقات وارد عليكم او اعمل فيديو بإذن الله. يلا بينا بقى نكمل ونشوف باقي الادوات ونكمل شغلنا في الانتريه. بس دي معلومات مهمة جدا كان لازم اقولها لكم النهاردة. ومن الرفايع المهمة اللي قلت لكم عليها برضو هنشتريها، ومش هتلفوا وتدوروا عليها كتير، هتلاقوها عند نفس الراجل اللي اشتريته منه السفنج. في ناس هناك كتيرة جدا بيبيعوا الحاجات دي ورخيصة قوي بالجملة. القطان اللي انتوا شايفينه ده لفة كبيرة كده، دي ب15 جنيه. قطن رفيعة شوية، والأتخن منها البوليستر كانت ب25. ده بيتلف كده وبيتخيط في الشلت عشان يعمل لها حافة كده، وبيتعمل بيه حاجات حلوة جدا. هبقى اوريكم في الشغل واحنا شغالين في الانتري. اللفة مش غالية، هاتوا لفتين 3 تنفعكم قوي، كمان ممكن تعملوا منها اشغال يدوية. وجبت كمان راس الدبوس دي او المسمار دي. شوفوا شيك ازاي. العلبة دي كلها ب30 جنيه بس، وب25 جنيه عند ناس تانية. يعني كل واحد ساعات في تفاوت ب5 جنيه كده بالسعر. جبت علبتين، وكمان جبت خيوط علشان طبعا الخياطة بتاعت الشلت. وجبت بقى فتاحة للخيوط، وأهم حاجة هي اللي جاية، وهي كانت الغرة. طبعا دي روس سوست، عشان برضو الشلت هتبقى جاية إن شاء الله في حلقات جاية. تعالوا أقول لكم بقى قد إيه الغرة ده مهم جدا في الشغل اللي هنعمله. بطل. والبطل بتاعنا هو غير البرنس، مفيش أول بعديه ولا قبليه. تعالوا بقى نشوف مع بعض كانت رحلتي مع موضوع الغرة. هنشتغل في سفنج، يعني لازم لزق كويس جدا يكون للسفنج. الأنواع اللي أنا استخدمتها عندي هنا الغراء الانجليزي دي عارفين الكله اللي هي بيلزقوا بيها الجزم والجلود وكده، هي دي بيسموها كله، او الشعله بتاعت زمان ما بقتش متوفره. دي كلها كانت بحوالي 120 جنيه تقريبا، كانت عامله 850 جرام. تمام. وهتلاقوها تحت في المناصره والحتت اللي هي العتبه بيبيعوها ارخص من حوالينا، مش عارفه ليه. جنبنا غاليه جدا. دي اولا مش سريعه، لازم تستني على اول 15 دقايق، وبعد كده تبتدي تضغطي وتلزقي السفنج. كويسه وقويه نتيجه في الاخر، لكن ما بتنجزش معايا. عشان كده كانوا نصحوني بالبرنس ده. غيره في منه بالفرشه، وفي منه كمان اللي هو الدوكو اللي بيتحط في مسدس الرش. تمام. اهو ده اسمه البرنس، عشان ما تتلخبطوش في العلبه الخضراء، لان مقلدين العلبه الخضراء دي حاطين عليها كذا لوجو تاني. دي العلبه اللي بيقولوا عليها كيلو، بس معرفش كام جرام، مش مكتوب عليها. انا جبت الاول منها الفرشه، كانت لزجه زي دي وبتتفرد بصعوبه.
احترت افرد بالخشب ولا افرد بالفرشه ولا افرد بايه. في الاخر كنت بفرد بايدي، وكنت طبعا بتبهدل جدا جدا. فلما العلبه خلصت، وبالتالي انا استعملت حوالي علبه نص كيلو من دي، وخلصت خلصت يعني بسرعه طبعا، لانه السفنج بيشربه ما يتفردش بسرعه. وجبت دي هي الغير الانجليزي، خلصت برضه نص العلبه منها، يعني استخدمت كيلو، حوالي كيلو في الكنبه الكبيره، وكمان لسه ما خلصتهاش. رحت لما نزلت تاني بقى عشان اشتري، قلت لا انا عايزه ارجع للبرنس، لان برضه هو اللي هو البرنس اللي بالفرشه بينشف اسرع من ده، مع انه لازق زيه تمام. بس انا عايزه السرعه، مش هفضل في كل خطوه استنى، فكده انا عايزه انجز في الوقت، لان عايزه الم دنيتي. زي ما انتم شايفين الصلاه والدنيا عندي صعبه جدا، عايزه اخلصه بسرعه اسرع وقت. فناس نصحوني بالدوكو، قلت لهم طب الدوكو ينفع اشتغل بيه؟ قالوا لي اه ينفع، احنا اشتغلنا بيه، ده بالعكس سريع وخفيف وبيرمي معاكي كتير، مش لازق. وفعلا انا جربته، خطير جدا. هوريكم دلوقتي واحنا شغالين في الانتريه في تجديده وفي السفنج قد ايه هو سريع وقوي جدا، يعني بيتحمل نطره السفنج. نطره السفنج دي لما تيجي تلزقه وتيجي وبعد كده تلاقي كده السفنج لو هو مش قوي اللزق تلاقيه بيتنطر تاني بسهوله، ده لا، بيتحمل قوه وكثافه السفنج. يلا بينا بقى وتابعوني في بقيه اجزاء تجديد الانتريه، ان شاء الله تعجبكم جدا. دي معلومه كده في السريع حبيت اعملها لكم في فيديو صغير. سلام.